السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب واحوالكم كلها طيبه. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. زي ما انتوا عارفين من الفيديو اللي فات ان انا بدأت سلسله فيديوهات تنظيفات لشهر رمضان والعيد. كل سنه وانتوا طيبين. عملت المره اللي فاتت الجزء اللي قدامكم ده اللي هو الركنه، وهبتدي النهارده اعمل باقي الريسبشن. وزي ما قلت لكم ان انا بعمل جزء واحد بس في اليوم بعد ما بخلص كل اللي ورايا، علشان خاطر مزنقش نفسي وكمان ما تعبش نفسي ويكون ارهاق عليا. النهارده هبتدي اعمل الجزء ده من الريسبشن، الانتريه والجزء اللي فيه الاتنين فوتيه دول، وبس على كده. وهنعمل مع بعض كمان اكل النهارده خفيف كده وسريع، ان شاء الله الفيديو يعجبكم. شلت الاتنين فوتيه الموجودين في المكان دوت، حطيتهم فوق كده مع الركنه في الجزء اللي هو اللي ارتفاعه اعلى شويه من الريسبشن ده. وهبتدي اغسل السجاده على الناشف. انا بحب اغسل السجاد بتاعي على الناشف علشان عمره يبقى اطول، مبقاش السجاده رونقها يروح يعني ولونها يبهت وكده، وكمان اسهل. السجاد اصلا انا محافظه عليه، بجيب شويه ميه باريال او مسحوق السجاد، اي حاجه متوفره عندكم، وببتدي المع السجاد. بس فعلا بينضف ورجع ايه زي القطنه. ابتديت هنا امسح سور البلكونه علشان اخرج السجاد بره في البلكونه. بحب انضف البلكونه لان الفرش كله فاتح عشان ما يشيلش اي تراب من البلكونه. غسلت سور البلكونه بميه باريال وبعدين نشفته بقماشه كده ناشفه علشان اخرج بقى السجاد يتهوى. ان شاء الله نعمل البلكونه دي بقى ونشيل النجيله بس لما يجي دورها. والشبابيك كمان دي اقول لكم على حاجه تعملوها فيها وانتوا بتنفضوها، تتجنبوا دخول التراب جوه على الحاجه. طبعا احنا روقنا جوه، المفروض كنا نبدا من البلكونه، بس انا عارفه ان انا هستعمل البلكونه كتير في اني اخرج عليها سجاد وكده، وهفتح واقفل، فانا سايباها للاخر خالص. بس لما اجي انفضها هوريكم وهقول لكم انا بعمل ايه بحيث التراب اللي بره ما يدخليش على جوه خالص بعد ما انضف جوه. هسيب بقى السجاده تتهوى كده وهدخل جوه على الجزء التاني اللي هو الانتريه ده. هغطي الانتريه زي ما انتوا عارفين من المره اللي فاتت، لما بيكون في تنظيف عميق بحب اغطي الفرش بتاعي علشان هعمل الحيطان دلوقتي، وتحسبا لنزول اي تراب من الحيطه ما تنزلش على الانتريه. والحاجات دي بتاثر في الانتريهات او الفرش عموما، مره على مره بتلاقوا لون الحاجه دي اتبهدلت. فبدات ان انا اغطي كده الانتريه بالفرش دي. شلت السجاده بقى من تحت الانتريه، الاحراف بتاع السجاده كده، وهغسلها هي كمان على الناشف زي التانية بالظبط، وهخرجها البلكونه تتهوى مع السجاده التانية. على ما اخلص كده تنظيف الريسبشن ومسح وكنس والكلام ده كله، هيكون السجاد بتاعي نشف ان شاء الله. تنظيفات العيد وتنظيفات رمضان دي طقوس عندنا كده للشعب المصري، اللي هو احنا لازم نستقبل شهر رمضان الكريم والعيد وبيتنا في احسن حالاته، بيتنا يكون في انضف وقت هو فيه. ليه بقى؟ لان صلة الرحم بتكون موجودة في الوقت ده في رمضان وفي الاعياد. بيدخل علينا اهلينا واصحابنا وحبايبنا كلهم، فبنحب ان البيت يكون في احسن حالاته. وكمان بيبقى كل حاجة بتعيد، البيت بيعيد واحنا بنعيد، كلنا لابسين جديد. يعني الاحتفالات بالاعياد بتاعة المسلمين دي حاجة جميلة جدا، وبنحيي الليالي دي. وكمان شهر رمضان بيبقوا 30 يوم عيد. العيد بيبقى 3 ايام بس، شهر رمضان بيبقى 30 يوم من العيد. انا بحب الشهر رمضان جدا، يمكن اكتر من العيد. بحب ان انا يعني استقبل شهر رمضان والعيد ويكون بيتي في احسن حالاته، انا كمان في احسن حالاتي، مودنا كويس جدا، مستعدين لكل طقوس شهر رمضان من صلاة وعبادة وعزومات. والناس اللي بقالنا كتير قوي ما شفناهاش وما عزمناهاش بحب ان احنا نستضيفهم عندنا، يكون له فرحة كده. بحس ان هي الفرحة كلها بتاعت طول السنة بتتجمع في شهر رمضان الكريم، فبيبقى له فرحة وزينة رمضان والبهجة اللي في الشوارع بجد. ورمضان في مصر فعلا حاجة تانية. احنا عندنا في مصر رمضان بيبقى مختلف تماما. انتوا تحسوا برمضان عندنا في مصر، اللي عايز يجي يغير مود كده يجي مصر بجد. فربنا يبلغكم رمضان يا رب وانتوا في احسن حالاتكم، وانتوا في اتم الصحة واحسن حال، ويعودوا عليكم بالخير واليمن والبركات والسعادة والسرور. زي ما انتوا شايفين بقى هنا انا بدأت ان انا خدت الزعافة وبدأت ان انا انضف الحوائط كده، وكمان السقف عملته برضو بالزعافة. وهبتدي امسح الشبابيك. انا ما بنفضش خالص التراب علشان التراب ما يطيرليش على الحاجة، انا بمسح. اللي عارفني عارف يعني طريقتي في التنظيف ان انا بحب اخد التراب في الفوطة. الفوط اللي انتوا بتلمعوا بيها الفرش والترابيزات وكده ما تخلوهاش للشبابيك خالص، لا خلوا حاجة معينة للشبابيك، لان انتوا عارفين الشبابيك بيبقى فيها تراب كتير. كان في بنطلون
قطن قديم بتاع ابني، يعني انا خلاص ما عدناش بنلبسه، فقطعته وخصصته للشباك وخصصته لغسيل سور البلكونه. حلو قوي يعني، حاسه هو ما يفرقش حاجه عن الفوط الفايبر، بيشيل معايا كويس جدا. يعني انا اخترته لانه هو متبطن من جوه فكويس جدا، بيشيل معايا التراب. فوط يعني مش عايزه ابهدلها، انا بغسلها كل يوم الفوط اللي بمسح بيها، بس مش عايزه ابهدلها قوي في التراب كده. بدأت هنا ان انا امسح الحوائط برضو كده بميه ومعتر، بس ما بحطش حاجه في الميه ان هي ترغي علشان خاطر ما ترهقنيش في التنظيف، خصوصا ان انا ببقى خلاص شلت التراب بالزعافه، ببتدي بس المع الحوائط. كمان هنا شلت القطعه اللي هي بمسح بيها بتاعه الممسحه، حلوه قوي برضو. وبدأت ان انا امسح بيها، المع بيها الشبابيك كده وهي منديه كده، عشان يعني احس ان الشباك بيلمع بقى خلاص. جيت هنا برضو بمسح كده المكتبة والجزء اللي هو بتاع السلم اللي باين ده، برضو بنفس القطعة بتاعة الممسحة. يعني حاساه حلو قطن كده، بتنجز معايا عصرها كويس جدا علشان خاطر يعني ما تسيبليش اي اثار مية على المكان. جبت هنا بقى مية وحطيت عليها كلوروكس الوان، وهبتدي بقى لحظة السعادة بتسعدني بجد. يعني انا لما بقعد ادعك في الارض كده بحس ان انا بشيل من على قلبي طاقة سلبية يعني، وبحس ان انا ببقى مبسوطة كده. مسكت الارض دعكة كده بالفرشة زي ما انتوا شايفين، وبالكلوروكس الالوان والمية، وهمسك الارض بقى، بصوا اخليها فلة شمعة منورة.
خلصت بقى مسح كده وشطفت كمان بميه نضيفه وحطيت عليها فينيك وبالخيشه كده ولمعت الدنيا وخليتها زي الفل. وهبتدي ان انا دلوقتي انزل الستاير علشان ادخل الانتريه تاني مكانه. نزلت الستاير بتاع الجزء اللي ورا الانتريه ده وظبطتها كده وقعدت اظبط بقى الكسر كده بتاعت الستاير زي ما انتوا شايفين. وهبتدي اعمل الجزء بتاع البلكونه كمان. طبعا زي ما انتوا شفتوا الموضوع مرهق. لو عملتي الموضوع ده في رمضان او نضفتي التنظيف ده في رمضان صدقيني هتبقي يعني تعبانه جدا وهترهقي نفسك مع الصيام مع تحضير الفطار مع كمان في صلاة وعبادة مكثفة وقراءة قرآن كريم. فكل ده هيبقى ارهاق عليكي. كمان مش هتبقي مستمتعة بشهر رمضان. ليه بقى؟ لان لو حبيتي مثلا تخرجي تقضي ليلة رمضانية بره في اي خيمة رمضانية كده وتعيشي الطقوس الجميلة بتاعت رمضان وتستمتعي وتشتري لبس العيد، انت هيبقى دماغك فيه مليون الف حاجة مش هتستمتعي بشهر رمضان الكريم. فاحنا ليه ما نعملش من دلوقتي ونحافظ مثلا على الحاجات بتاعتنا، ان احنا مثلا نحط كفر على الانتريه او على الركنة، نحط حافظات سجاد على السجاد. غطي حاجتك حتى لو ما عندكيش كفرات ممكن تغطيها باي ملاية، اي حاجة مش هتستعمليها ملاية بتاع غطي حاجتك على بال ما يجي شهر رمضان. وابتدي شيلي بقى واستعدي للايام الجميلة عشان تقدري تستمتعي بشهر رمضان الكريم. كمان احنا طول السنة بننضف، يعني ليه نزنق نفسنا في شهر رمضان نعمل تنظيفات للعيد؟ هي يعني بشوف ان ما نفضى للشهر رمضان وطقوسه الجميلة وفرحته والتنظيف ده. ما احنا طول السنة بننضف. هي اللي هيجي مثلا يزورنا هيشيل الانتريه ويقول ايه ده فيه تراب تحت الانتريه؟ لا طبعا. احنا نبتدي بدري شوية نعمل كل حاجة تسهل علينا الشهر الكريم. لان في ناس بتبقى اصلا مرهقة من الصيام نفسه. انا من الناس اللي ببقى في الصيام ببقى مرهقة، يعني دوبك اعمل ربنا بيعني ان انا اعمل الفطار اصلي اتعبد اخرج اجيب طلباتي كل ده والواحد بيبقى صايم. فبيبقى الموضوع مرهق. فاحنا ليه نرهق نفسنا؟ فلا، فمن دلوقتي ممكن ان انت تعملي كل المطلوب منك في شهر شعبان علشان تستعدي للايام الجميلة اللي جاية وانت بالك رايق وتعيشي السعادة. يعني الدنيا مش هتطير. ولو ما عملناش كده في رمضان يعني الناس هتقول يا اللي ما عملتوش. لا خالص، انا بشوف ان هي آه ارهاق زيادة علينا. فممكن ان احنا يعني نعدي شهر رمضان ده ونعيشه كده بسعادة وسرور وهنا علشان نسيب ذكريات حلوة واثر حلو لولادنا لما يجوا يذكرونا بعد كده، يذكروا الاثر الحلو اللي احنا عشناه معاهم ويذكروا الذكريات الجميلة ويترحموا علينا ويقولوا الله يرحمك يا ماما كانت بتعمل معانا كذا وكان في رمضان ده له طقوس معينة بتعيشها وكانت بتعمل كذا. على فكرة انا بعلق زينة رمضان وبفرح بيها اكتر من الاطفال. يعني انا اصلا اللي بعلق زينة رمضان يمكن ولادي بيتحمسوا ويقفوا معايا علشان حماسي انا وشغفي انا بالموضوع. اقعد اعلق زينة رمضان واقول لهم لا اعملوا كذا وحطوا كذا. يعني انا وفي الشارع على فكرة كمان انا اللي بجهز زينة رمضان كلها وانا اللي بعملها. التركيب بس بخليه للولاد يعني ان هم اللي يركبوه، لكن جوه انا باخد لي 3 4 ايام كده بقعد اجهز في زينة رمضان مع نفسي واخرج اشتري والاضاءات والانوار والحاجات دي كلها. انا بحب افرح بالاجواء دي. انا بس يعني عارفين انا بتلكك على اي فرح، اي فرح يخش القلب واي سرور يسعدنا كده انا بتلكك عشان اعيشه. فتلاقوني انا اللي مهتمة قوي بالفكرة وفكرة رمضان وطقوس رمضان واحياء الليالي الجميلة دي. المهم ان انا هنا بقى دخلت الانتريه خلاص ودخلت السجاد. بصراحة السجاد بقى زي الفل. انا ما كنتش واخده بالي ان هو متبهدل، لا نضف وبيض جدا لو تلاحظوا حتى اختلف تماما. بدأت ان انا ارص الكوشنز بقى كده وده الشكل النهائي للريسبشن بتاعنا. بقى زي الفل زي القمر. عارفين كل طول النهار رايحه جايه ادي الحته دي بوسه كده اقول لها بحبك. فما شاء الله النظافه حلوه ومش عارفه بنهج ليه وانا بتكلم. المهم صلوا على النبي كده وتعالوا بقى نشوف اللحظه بقى الجميله، لحظه بقى اللي هي نتاج تعبي بقى.
الترتيب حلو والنضافة حلوة، هي الحاجة كانت مرتبة وكانت جميلة، بس فعلا انا حاسة بالنضافة، شم ريحة نضافة كده. هروح بقى اجيب المعطر واعطر المنطقة دي كلها كده، وادخل بقى على المطبخ. هعمل لهم النهارده شوية كشري، انما ايه يعني زي ما قال الكتاب كده. كان كريم ابني اللي طالب الكشري وقال لي يا ماما انا عايزه اكل كشري، فقلت له عيني يا كوكي يا قمر. دخلت بقى عملته له، وسريعا سريعا كده، يعني مش هصور لكم الطريقه يعني بالظبط، عشان انا بحس يعني ان قناتي مش قناه طبخ قوي، او انا مش اهتمامي، يعني موضوع الطبخ ده مش اهتماماتي. انا بعمل اكل حلو وكل حاجه، بس مش اهتمامي ان انا اصوره. فبديكوا بس كده مقتطفات بحيث اوريكم ان يومي مشي ازاي، وده كان يومي، يعني انا بصور لكم يومي زي ما هو هصوره لكم. المهم ان انا هنا بقى خلاص عطرت كده. يا سلام على لحظة السعادة. بوريكوا كمان ان انا ما بهدلتش الجزء التاني، يعني انا رغم ان انا كنت قلبة الدنيا هنا، رجعت الدنيا تاني زي ما هي، بحيث ان انا ما بهدلش الدنيا. لا، انا بحب انضف على نظافة، يعني بنضف المكان علشان انضفه، فاهمين حاجة؟ ما بحبش الكركبة اقصد، يعني ما بحبش اكركب الدنيا وبعدين ادخل عليها بقى بكركبات كده انضفها. يمكن المأساة دي او الوضع ده انتوا مش هتشوفوه عندي نهائي، انتوا مش هتشوفوا عندي كركبة، لان انا ما بعرفش اتعايش في مكان فيه كركبة وفيه حاجة مش نظيفة. انا طول الوقت كده بنضف. المهم تعالوا بقى كده ندخل على المطبخ نعمل شوية كشري. اول حاجة كده حطيت حلة عشان اسلق المكرونة، وبعدين حطيت حلة اسلق فيها العدس، وبعدين شوفوا السرعة، يعني انا بولع على كل حاجة. وبعدين هنا هعمل الصلصة. حطيت شوية زيت وشوية توم، معلقة توم كده حمرتها، وانا كنت مطلعه كيس طماطم من اللي انا مفرزاه فك كده شوية. بعد ما خليت التومة كده بقت اصفر، قمت نازلة بالصلصة وهسيبها تتسبك. وبعدين صلصة الكشري مش بتبقى متسبكة قوي، يعني اديها بس غلوتين كده كده، هي هتتزود مية يعني. وحطيت حلة تانية سريعا سريعا كله كده، وقلت اعمل الدقة بتاعة الكشري. حطيت شوية خل وقدهم مية، يعني حطي الخل اللي تحطيه حطي قده مية. وكنت فرمة معلقة توم كده، وحطيت شطة وشوية كمون وشوية ملح وخلاص، وقد الخل مية، وسيبوها تغلي بقى. هي دي الدقة اللي انا بعملها ودي طريقتها. وبس كده. هنا كانت المية بتاعه المكرونة غليت. هعمل بقى، انا ما بحبش اعمل على الكشري رز، بحس ان هو اخف بالمكرونات بس. حطيت نص كيس مكرونه صغيره كده، وحطيت كيس اسباجيتي كامل. يعني كل واحده بقى بتبقى عارفه الكميه اللي هتكفيها في البيت يعني. فانا عارفه، يعني بحكم ان انا بعمله عارفه الكميه ايه. لما كنت في البيت التاني كنت بعمل كتير، ان كان يعني كانت شقتي هي شقه بيت العيله، يعني شقتي في بيت العيلة كانت هي بيت العيلة، فاهمين؟ يعني مع تحول الزمن كده حسيت ان شقتي انا بقت شقة بيت العيلة، كله قفل شقته وانا ما بعرفش اقفل بيتي. يعني انا لقيت كله بيجي عندي، والزيارات والعزومات وكل حاجة كانت عندي، الحمد لله فضل الله وما زلت. في نفس الحلة بقى بعد ما سلقت المكرونة هعمل نص كيس شعرية، حمرتها كده وهزودها مية. بعد ما تبقى لونها اصفر وجميل كده زودتها كوباية مية وشوية ملح، وهغطي عليها تستوي. اول ما تستوي هقوم حط عليها المكرونة اللي انا سلقتها، وهقلبهم مع بعض وكده خلاص بند المكرونة خلص. شوية ملح كده، قلب قلب، غطي، خلاص استوت. استوت هنا خلاص. هحط بقى عليها المكرونة التانية. بصوا حاولوا الايام دي يعني ما تعملوش اكل كتير عشان ما يترميش. انا كنتش فارق معايا قبل كده، بحكم ان وارد حد من اخواتي يجيلي، وارد طبعا حماتي معايا. حتى دلوقتي الاكل اللي انا بعمله ده انا ببعت منه لحماتي على طول، لان هي يعني روحها فيا، وانا لا يعني هبقى احكي لكم بقى لما انا مشيت ايه اللي حصل وزعلت ازاي. بس ما زلت ببعت لها يوميا اكلها.
فانا ببقى عارفه يعني 5 اطباق، هما 5 اطباق اللي هناكل، لان محدش بياكل الاكل ده منه تاني بالليل ولا بنبيت اكل، يعني انا يوميا بعمل اكل. هنا جبت البصل وعملت عليه شويه نشا كده عشان يبقى مقرمش، وهنا خلاص الاكل كان خلص. ادي المكرونه وادي الصلصه وادي العدس وادي الدقه، والبصل بقى كمان حمرته، والشطه عشان اختكم عايشه على الشطه اصلا. وكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو كان عجبكم، واستنونا في فيديوهات جايه كتيره وتنظيفات باقي الشقه ان شاء الله مع بعض. واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.